يا جدعان هو في ايه بجد بقى؟ هو في ايه؟ الموضوع كلح زيادة عن اللزوم. الموضوع صدى، مش يعني صدى وكلح. عارف انت لما تبقى نازل المية وانت في البحر وتقوم واخد شوية مية بملح كده، فتقوم قالب وشك من كتر لا يا جدعان الموضوع بقى بوخ بقى بجح. خلاص يا جدعان هو خلاص اللعيبة ومراتاتهم والاعلام والسوشيال ميديا خلاص، ده احنا بقينا مادة للسخرية في العالم العربي كله. والله العظيم احنا بقينا مادة للسخرية، ما المغرب هي يعني ما عملتش اللي حصل ده. كاب فيردي ما عملتش اللي بيحصل ده. هتخانة تخين النرويج اللي بقالها حاجة و60 سنة ما راحتش ما عملتش اللي بيحصل ده. كفاية يا جدعان بجد والله. كفاية، اكيد مش انا اللي هطلع اقول كفاية، بس كل واحد ورأيه. انا حر ما دام ما بضرش حد. بس الموضوع بقى بشع، بقى مش مؤذي جدا يعني. خلاص يا جدعان انا شايف ان ده ماتش وخلص. اه في شويه جدل تحكيمي ظلمنا شويه، طب تمام خلاص الموضوع خلص يعني. عادي بتحصل مع اقوى انديه اوروبا، اقوى منتخبات اوروبا وافريقيا والعربيه والمحليه والمهلبيه والملوخيه، بتحصل في كل حته يا جدعان. احنا ليه صعدنا الامور واللعيب يطلع بمراته ومراته تطلع امه وامه، ومشاكل شخصيه بدات تظهر على الشارع. ومعرفش لعيب ايه مين باع له بطيخ فراح اداله تليفون زراير، ومين ايه عربيه لعيب نازل بعربيته في كفر ايه، طالع من فتحه السقف عمال يعمل كده. ايه يا عم انت ايه؟ انت عملت معاهده كامب ديفيد جديده؟ طيب معاهده سلام. ما دي كوره يا جدعان، دي لعبه في الاول وفي الاخر. عشان كده معظم اللي بيفهموا الكوره بيقول لك انا بحب لعيبه اوروبيه، ان هو بياخد منهم يعني الوعي والعقلانيه شويه. لكن هنا مفيش. هنا اللعيب ما دام جاب 3 4 تجوان في بطوله، خلاص يا جدعان. لا يا جدعان حياه المحرومين دي بقت وحشه، بقت وحشه. وبقى هنا شكلنا وحش قدام الناس.